كاين فرق كبير بين انك تكون مدرب محدود وفاشل ولا تكون مدرب سكايري. حنا اليوم ما عرفناش اسكو صح مدرب محدود وخاطيه الكرة ولا كان يذكر في المنتخب الوطني الجزائري. يعني كون جبت واحد من عامة الشعب وعطيته المنتخب في مباراة امام سويسرا يربحها. عندنا لي كاليتي احسن منهم، عندنا لي جوار احسن منهم بكل النواحي. نتكلموا باختصار المنتخب الجزائري في الاربع مباريات اللي فاتوا كان عنده نقاط قوة ونقاط الضعف. نقاط الضعف تاعنا كان كاين محور الدفاع، اخطاء ماندي. ونقاط القوة كان عندنا مازا وشيبي. في المباراة هذه تاع سويسرا نقاط الضعف خلينا نفس المحور ثنائية ماندي وبن سبعيني. ونقاط القوة تاعنا اللي كانوا مازا وشيبي شدرنا لهم، طفيناهم. طفاهم المدرب هذا وعزلهم، غير المراكز تاع مازا وشيبي، حط مازا رأس حربة. لعبنا بدون مهاجم، لعبنا بهجوم وهمي، بدفاع وهمي، بوسط ميدان وهمي، بحارس وهمي. يعني ربما أسوأ خطة في تاريخ المستديرة. والله العظيم ماشي في تاريخ المنتخب ولا كي راني مهزوم يعني مهزوز بالخسارة تاع اليوم زعما راني نهضر هكا، ولا حتى التغييرات اللي قام بها ولا واحد فهمها. اسكو فهمتوا التغييرات اللي دارها كي دخل حجام وقويري؟ اسكو عرفتوا واش راه باغي يدير؟ انت من الاول رايح بالقائمه ماشي بدون مهاجمين، مستغني على بون نجاح، داير 4 حراس مرمى. مول بينا ما بيش علاش ديته دخله في كي مات صاي كي اللاعبين بردوا وداو 2 أهداف حتى اللاعبين زعما فقدوا الامل. انا والله ملوم اللاعبين اليوم، قسما بالله ملوم اللاعبين. دخلوا مساكين حراره، عطاو كاع واش عندهم في 4 ساعة الاولين. بصح شافوا باللي راه يلعب تما في الوسط، ما خصهم. مدرب راه يقتل في المواهب، مدرب راه يقتل في الجيل. مدرب جدوا له العقد قبل المونديال، سما ما عندها واش يخسر. ملايير داخله وكان يديروا له فسخ العقد، راه اموال طائله نخلصوها. ما نيش عارف اللي فهم اسكو المدرب هذا محدود ولا حب يذكر، يكتب لنا في التعليقات. السلام عليكم.